ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات شفنا مع بعض ازاي بنعرف الشادو افكت بتاعنا، وازاي بنحدده وازاي بنستخدمه. عملنا مع بعض اكزامبل ازاي ان احنا نعمل الشادو افكت، وشرحنا الاكس اكسس والواي اكسس بحددهم ازاي، وايه درجة البلور اللي انا بستخدمها، ودرجة اللون ودرجة الاوباسيتي. في الفيديو ده هنشوف مع بعض ايه هي السبيسنج بلوكس وازاي احددها. فانا هاخد نسخة من ده، وهاجي في السبيسنج بتاعي هنا وهعمل بيست، وهعرفه ان ده للسبيسنج بلوكس. هعرفه ان ده سبيسنج بلوكس. لما بنيجي نستخدم السبيسنج او باجي استخدم احجام او اي حاجة فيها رقم، في اي حاجة في الديزاين بتاعتي بمشي بحاجة اسمها golden rule of 8. golden rule of 8 golden rule of 8 يعني انا بمشي باي حاجة من مضاعفات التمانية. انا نقطة الصفر عندي بتبدأ بتمانية، وبعد كده بقعد ازود تمانية في تمانية في تمانية في تمانية. ده بيديني احسن حاجة، سواء كانت مسافة، سواء كانت مساحة، سواء كانت مقاس. ده بيديني احسن رقم واريح رقم. فتعالوا نشوف مع بعض دي بتتحسب ازاي. انا هاجي هقسم له السبيسز بتاعتي او البلوكس بتاعتي. عندي هقسمها له باسم التوكن، هقسمها له بالبيكسل، هقسمها له بحاجة اسمها ريم. ريم دي هي وحدة قياس تانية للبيكسل، وهدي له اكزامبل. انا عندي اول توكن هسميه له spacing 01. احنا هنبدأ بواحد وهنمشي زي ما احنا عايزين. الفاليو بتاعته احنا مش هنحتاج فاليو، احنا هنحتاج نقسمها للرم. رم دي زي ما قلنا هي وحدة قياس وبالبيكسل، وهديله اكزامبل. فهاجي هنا انا مش عايز ده ومش عايز ده. فاول حاجة في السبيسنج، اول رقم انا هبدأ بيه، هبدأ ب2 بكسل. هبدأ بحاجة صغيرة جدا. ال2 بكسل بيعادلها 0.125 رم. عايز تعرف تحسبها منين؟ هتلاقي اي موقع كالكوليتر على النت، قول له حول لي من البكسل للرم. الرم وحدة قياس والبكسل وحدة قياس، هما الاتنين زي بعض تماما. بس في ناس بتحب تستخدم الرم، بيقولوا ان دوت بيديهم زي مسافات افضل او مساحات افضل. انا بالنسبة لي ما بتفرقش، انا بفضل استخدم البكسل. هديله هنا اكزامبل، وهقول له ان انا استخدمت 2 بكسل. حطها كده، وهقول له شكل ال2 بكسل عامل ازاي. انا استخدمت 2 بكسل في 2 بكسل، مش محتاج ان انا اكتب جواها حاجة. هاجي هنا، ده هديله لون عشان يبان. هديله تاني توكن عندي هيكون spacing 2. حالة شوية هقول له 0.25 فيما يعادلها هيكون 4 بكسل. هعلي ده، هخليه هنا، هربط الاتنين ببعض بحيث ان انا اقدر اغير والتاني يغير معاه. ده هيبقى 4 بكسل. وبعدين هنخش في اللي بعديه سبيسنج 3. هعلى شوية بالرم، هقول له 0.5 فيما يعادلها بيكون 8 بكسل. وهنا هعلى شوية يكون 8 بكسل. هدخل التوكن اللي بعديه يكون 4 بكسل، يكون سبيسنج 4، انا اسف. هعلى بالرم هيكون 0.75
وهيكون 12 بكسل. وبعدين سبيسنج 5 هيكون واحدة رم واحد وهيكون 16 بكسل. من اول هنا، من اول ما وصلت 16 بكسل هبدأ ان انا اضاعف في 8، فانا سبيسنج 6 هيكون عندي 1.5 رم. هزود 8 على رقم 16 فهيكون 24. هخلي ده 24 وهكمل بالمنظر ده. هفضل ازود في 8، ده هيكون 2 وده هزوده 8 وبعدين سبيس 8 هزود هنا 2.5 وهزود هنا 8 بكسل. سبيسنج 9 هزود هنا هيكون 3 هزود هنا 8. هفضل بالشكل ده لحد ما اوصل لرقم يكون 128 بكسل. انا باجي عند 128 بكسل وبقف، مش بشوف ان انا بحتاج رقم او مسافة، سواء كان مسافة سواء كان مساحة اكتر من 128. هاجي اقول له دي 11 4 رم. هاجي هنا هزود 8. هاجي هنا هديله اكزامبل وادخل على اللي بعديه هقول له ده 12 هزود نص. هزود هنا 8. هاجي هنا هزود 8. لو انت اتلخبطت هتيجي هنا، ممكن تيجي هنا وتقوم قايل له زود 8 هيديك نفس الرقم. ندخل على التوكن اللي بعديه له 13 زود نص رم. زود هنا 8 زود هنا 8. هاجي على التوكن اللي بعديه 14 هقول له زود هنا نص رم. زود هنا 8 كمان. زود هنا 8 كمان. هاجي على التوكن اللي بعديه هقول له هنا 15 وزود هنا نص رم وزود هنا 8 وزود هنا 8. هاجي سبيسنج 16 هقول له زود هنا نص وزود هنا 8. زود هنا 8. هاجي هنا 17 هقول له زود هنا نص زود هنا 8 زود هنا 8. هاجي اخر حاجة سبيسنج 18 هزود هنا نص وهزود هنا 8 وهزود هنا 8. اخر حاجة عندي نوصل ل128 سبيسنج 19 يكون هنا 8 رم. هنا يكون 128. هنا يكون 128. زي ما احنا شايفين قعدنا نعلى بالرقم. بدأنا من 2 بكسل وصلنا لحد 128. انا عن نفسي ما بزودش عن 128 بكسل. طبعا كله بيرجع للبروجكت او المشروع اللي انت ماشي بيه، على حسب الاحجام، على حسب الفونت بتاعك، كله يرجع لك انت وللديزاين اللي انت شغال بيه. بس كده احنا زي ما شوفنا احنا مشينا بالجولدن رول اوف 8 اللي هي مضاعفات ال8. زي ما قلنا انت بتضرب
او بتزود على الرقم 8، فانت بتمشي ب16 وبعدين بتزود عليه 8 وبتزود عليه 8 وبتزود عليه 8 هكذا. ده بيديك consistency في الاحجام وفي المساحات، و بيزود المساحة او الاحجام بطريقة متناسقة ومريحة. كده نكون احنا شفنا او حددنا السبيسنج بتاعنا واستخدمنا الجولدن رول اوف 8 مضاعفات ال8. وبكده نكون خلصنا الفيديو دوت. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله كده فاضل لنا في الديزاين سيستم ان احنا نحدد الفونت بتاعنا والايكونز بتاعنا. هنشوف ازاي بنعمل بنحددهم يعني، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.